احنا خسرنا في الانتخابات. ليه يا عم؟ هي النتيجه طلعت. العلامات كلها تقول ان احنا هنخسر. بص يا اسطى، قول العلامات اللي انت بتقول عليها، بس يا ريت بلاش نلحد، يعني بلاش نلحد. حياتي ما بقتش ملكي، بقت للناس. ازاي يعني بقت للناس؟ مش فاهم. يومي كله عباره عن تصوير وتحضير ومونتاج، كل ده عشان مين؟ بص يا تسوي، وانت عارف ان اللي بيقدم محتوى ديني دي بتبقى حاجه بينك وبين ربنا، مش للناس. كده انت موهوم والناس كلها ضدك ومحدش شايف ده. على فكره انا مش موهوم ولا حاجه، انا بتعب في محتوايا ومستني احس بتقدير من الناس. قول لي انت مميز في ايه؟ البرنامج كله بقى بيعمل محتوى هادف زيك. بس مش كله كان سبب ان الناس تخش الاسلام. يا اسطى انت عارف ايه معنى الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كل يوم انه تطلع تقول ان انا المهدي المنتظر، انهم يدعون الى دين جديد. انا بتعب بقالي سنين، مش ابن امبارح. دلوقتي التصويت مفتوح عند مروان جليتش، خشوا صوتوا لي فرحوني. طب لو انت خسرت السنه دي هتعمل ايه؟ مش هيبقى ليا نفسي اكمل. يا كرافات كرافات اللي دخلت الناس الاسلام انت. مفيش حاجه اسمها اصلا انا لو ما كسبتش في الانتخابات يبقى انا مش هقدم محتوى، مش عارف دي اسمها تجاره بالدين. وههد اللي انا بنيته كله وهبطل فيديوهات. وينصرك الله نصرا عزيزا. يعني انت محسس ان انت لما تاخد الانتخابات انها كسبت ايه؟ قول انت كسبت ايه؟ ولا اي حاجه، والله ما ليها اي 60 لازمه، ما لهاش لازمه ان انت تطلع تتاجر بالدين